في دورة اسبانيا 82 ولأول مرة زوز منتخبات عربية تشارك في كأس العالم، الجزائر من افريقيا والكويت من اسيا، زوز منتخبات بأحلام وطموحات كبيرة وبجيل يعتبر من أحسن ما أنجبت البلدين. الأزرق الكويتي بقيادة المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا يبدأ المشوار بنتيجة مشجعة ضد تشيكوسلوفاكيا. فيصل التخيل يسجل أول نقطة في تاريخ الكويت في المونديال، مباراة خلت سقف الطموح يعلى وبدأت الصحافة الكويتية تحكي على إمكانية الذهاب بعيدا في الدور. المباراة الثانية ضد فرنسا دقيقة 79 النتيجة 3-1 لزملاء بلاتيني. ألان جيريس يسجل الهدف الرابع أمام لاعبي الكويت اللي كانوا واقفين بدعوى أنهم سمعوا زفارة في المدرجات واعتقدوا أنها من الحكم، وهذا الشيء اللي خلاهم توقفوا عن اللعب. الحكم من الأول احتسب الهدف اللي كان شرعي. هوني الأمير فهد أحمد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وشقيق الأمير جابر حاكم الكويت اعترض عن الهدف ونزل إلى الملعب في سابقة هي الأولى في تاريخ المونديال. المباراة توقفت أكثر من 15 دقيقة، تم على إثرها إلغاء البونتو من طرف الحكم السوفيتي ميروسلاف ستوبار نزولا عند رغبة الأمير. الفيفا قررت بعد أيام الشطب النهائي للحكم وتغريم الأمير بختية 25 ألف فرنك سويسري. وروح المنتخب الكويتي بعد الهزيمة في المباراة الثالثة ضد الإنجليز، روح لكن بأداء مشرف وبرشا فخر لدى اللاعبين لتمثيلهم لبلادهم لأول مرة في كأس العالم. جيل يعد أفضل ما أنجبت الجزائر يصنع محاربي الصحراء مفاجأة مدوية في أول مباراة لهم في المونديال ضد بطل أوروبا ألمانيا نهار 16 جوان 82، 2-1 للجزائر، رابح متجر والأخضر بلوني. نتيجة اعتبرها الكثير من أكثر النتائج الغير متوقعة في تاريخ كأس العالم. يوب ديرفال مدرب ألمانيا قال قبل المباراة كان نخسر نروح لألمانيا على ساقية. انتصار خلى لاعبي الجزائر يظنوا أنه الترشح في الجيب ويدخلوا المباراة الثانية ضد النمسا بشيء من الاستسهال. الهزيمة المفاجئة في المباراة هذه رجعت الساقين على القاع، لكن خلات باب الترشح مفتوح ومربوط بالمباراة الثالثة ضد الشيلي. انتصار عريض كان يضمن للجزائر التأهل مهما كانت نتيجة المباريات الأخرى، وبالفعل الشوط الأول وفى بتقدم 3-0 لزملاء رابح متجر، لكن في الشوط الثاني استفاق لاعبو الشيلي وسجلوا هدفين، وهكا وفات المباراة بانتصار 3-2. مصير الجزائر أصبح مرتبط بنتيجة مباراة النمسا والمانيا أو ما يعرف بفضيحة خيخان اللي دارت نهار 25 جوان، حيث تواطأ الفريقان للحفاظ على نتيجة 1-0 للألمان اللي ترشحهم الاثنين وتقصي منتخب الجزائر وسط احتجاج كبير من الجماهير الحاضرة في الملعب. ومن وقتها قررت الفيفا أن مباريات الجولة الثالثة تولي تدور في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، وأصبحت الجزائر المنتخب الوحيد في تاريخ كأس العالم اللي لم يتمكن من التأهل للدور الثاني رغم فوزه في زوز مباريات. كانك مهف تفهم لها في الكورة؟ جاوب على الكويز باش تربح ايفون 14. باش تقوي أكثر حظوظك استنونا كل يوم في كويز جديد وجاوب بالصحيح.